بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم محمد فهمي، فن صيانة أجهزة كهربائية. الجهاز اللي قدامنا ده جهاز جاي فاصل تسخين. الجهاز ده جهاز تعقيم بيستخدموه المستشفيات، وبيستخدموه أطباء الأسنان، أطباء الجراحة، أطباء النساء والتوليد. أي حد بيشتغل بآلات، أي طبيب بيشتغل بآلات بيستخدمه. الجهاز ده جاي فاصل تسخين. الجهاز ده بيتراوح الملف بتاعه من 1500 واط لغاية 3000 واط، ولو في زيادة ممكن يبقى أحسن. الجهاز اللي جاي لنا ده هنغير له بإذن الله شمعة أو هيتر. احنا فكينا وبنبص بقى على أي حاجة، أي كليبس، أي سلك، أي مفتاح، أي حاجة عاملة شرز، أي حاجة مثلا لحمة في جسم الجهاز نفسه، نقدر ان احنا نعزلها. يعني بدل فكينا من المفروض ان احنا اي حاجة نعملها شايفينها وشايفين فيه غلط نصلحه. الجهاز ده اللي انا بشاور عليه ده جهاز اسمه لاريه، او زي الكونتاكتور فصل وتشغيل، بيسمح بفصل وتشغيل الجهاز. الجهاز الوقت المسامير دي مسامير عليها صدى او برومة، فكانت صعبة ان هي تتفك شوية، فجبنا لها مزيل صدى وهنفكها ببيبة 8 او لقمة 8. الحمد لله بدأت تفك، وهنبدأ نفك مثلا الصاجة اللي بتبقى محطوطة، اللي هي وردة بتزنق فيها المسمارين، هنبدأ نفكها بالمفك. او اذا ما كانش مثلا حلت بالمفك هنقدر ان احنا نفكها بأي طريقة تانية. فيه بيبقى سيليكون حوالين منها هننضفه، وفي كاوتشة حراري بتبقى تحت الشمعة نفسها، بتبقى تحت الوردة الصاج اللي بتقفل عليها بصماويل عشان تمنع تسرب المياه. احنا كده بدأنا ان احنا بنحاول ان احنا نفك ونشيل السيليكون او نزيل اي حاجة عائق لها. فهي بقى هنيجي بقى دلوقتي نقوم جايين، ممكن نستخدم بقى الشاكوش دقة خفيف كده عشان الستيل، وهنقوم جايين هيحل بإذن الله. اي حاجة كده يعني مثلا اي زومبا، اي مسمار صلب، اي سنبك، نقوم دقنا على المسامير دق بسيط، دقة من هنا ودقة من هنا، بيبقى فيه شوية صدى بيبقوا لاحمين. او ممكن من الرباط نفسه سيليكون زنق عليه، كاوتشة مطبعت زنقت. فكل الحاجات دي واردة ان هي تزنق على الملف نفسه الهيتر الشمع، ان هي تعوقه من الفك. فكده الحمد لله بدأت ان هي تتفك. هنشيلها. دي الصاجة كاوتشة اللي هي العازل المية، وهنبدأ بقى ان احنا ننضف. لازم نزيل كل حاجة عشان اما الوردتين او الكاوتشتين السيليكون اللي بيبقوا محطوطين ما يسربوش اي مية. نبدأ ننضفها بقى بسكينة، بصنفرة. لازم نصنفرها على اساس ان هي تنضف. ونقوم جايين دهنين السيليكون ان شاء الله. سيليكون يبقى سيليكون حراري، بيبقى مقاوم للحرارة، يستحمل درجات حرارة عالية. كده بنزيل اي حاجة بالمفك، ننضف بالفرشة، ونظبط كل ده على اساس كل حاجة ما يتحط فيه مية وتسخن لدرجة حرارة معينة، ما تسيحش الجوانات او تسرب اي مية. كده خلاص، كده تمام زي الفل. هنبدأ برضو ان احنا اللي عملناه من تحت هنبدأ نعمله برضو من فوق. كده احنا بنوريكم ان المغناطيس بيلقط دايما في الحديد، انما ما يلقطش في الستيل ولا يلقط
في النحاس. الشمع الهيتر اللي احنا جايبينه ده اكبر منه في الحجم واكبر منه في الواط وستيل ما تلقطش، انما الشمعة التانية كانت حديد، فدايما بيبقى المقاومة والواط في الستيل بيبقى اقوى من الحديد ويبقى انضف، يبقى التشطيب والفينش بتبقى انضف وبتعيش برضه وما بتتفاعلش مع المية، انما الحديد بيتفاعل مع المية. فهنبدأ ان احنا ننضف برضه من هنا. وبعدين برضه اقول لكم ان في اجهزة تعقيم، بيبقى فيه افران تعقيم، وبيبقى فيه الجهاز اللي هو بنشتغل فيه التعقيم ده اللي هو اوتوكلاف، بيبقى برضه ده بتحط فيه مية. جهاز التعقيم التاني ما بتحطش فيه مية، اللي هي الافران التعقيم، تبقى حرارة بس فقط لا غير. بيستخدموه برضه دكاترة الاسنان، وبيستخدموه المستشفيات. اي حد، اي دكتور بيشتغل بادوات لازم انها تتعقم. دلوقتي برضو محلات الكوافيرات بيستخدموا اجهزة التعقيم اللي هي الافران، بتبقى احسن برضو عشان العدوى. كده ده السيليكون. نبدأ ان احنا ندهن، نفك الصماميل ده بتاعت الهيتر الشمعة الجديدة. نبدأ ان احنا نفكها، نقوم جايين رافعين الجوان ودهنين تحت منه سيليكون على اساس ان هو يطبع وما يسربش اي حاجة. هو بيبقى فيه 2 جوان، بيبقى جوان مطاطي، اول ما بيتربط بيفرد بيطبع عليه. احنا كده بنختبر الشمعة الجديدة اذا كان فيها اي حاجة قبل ما نركبها. كده شغلنا بيبقى صح. احنا كده اهو بندهن سيليكون، وهنبدأ ان احنا نركب بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص حوالين منه كده بنقوم قافلين بالسيليكون عليه، يبدأ يتظبط ان شاء الله. نقوم جايين برضو ساندينه من فوق عشان ما يوقعش، ومركبين الجوان بتاعه، جوان الكاوتش. ونبدأ بقى نحط الغطا بتاعه، ونقوم رابطين الصمويل. نبدأ برضو اي سيليكون اي حاجة نقوم جايين مظبطينه كده. كده بقت زي الفل ان شاء الله. هنبدأ ان احنا هنربط المسامير بتاعته الصمويل. نربط بقى ونعمل حسابنا ان احنا يعني منحرقش، منتكاش عليها قوي، لان ممكن المسامير تطلع في ايدينا وممكن يقطم. وممكن الحاجة التانية ان الشمعة او الهيتر يلزق في جسم الجهاز نفسه. هيبدأ ان هيتقطم بقى، ممكن ده يطلع في ايدينا على طول. نيجي نبص نلاقي كتر الرباط. هو يعني الانسان لازم يبقى، الصنايعي لازم يبقى حساس كده في الرباط بتاعه، يفضل يربط لغاية ما يلاقي خلاص الصامولة ما عادتش بتجيب معاه بالنسبة للرباط خالص، جابت اخرها، ما عادش خلاص بقى ان هو يربط، عشان ما يقومش جاي يلاقي المسامير ملصت كده من مكانها، طلعت خالص. فلازم يكون برضو حساس في كل حاجة. كده خلاص تمام. السيليكون بفضل الله كده زي الفل. نبدأ بقى ان شاء الله ان احنا نيجي نشوف برضو الناحية التانية كده زي الفل تمام. احنا هنقوم جايين بقى، كان السلوك اللي كانت راكبة في الجهاز اللي هو الكونتاكتور، كانت ملمسة في الجهاز، في الجسم بتاع الجهاز الاوتوكلاف. فنبدأ ان احنا نحط لها بريسبان، نقوم جايين ربطونه بقفيز عشان ان هو يتمسك وما يتحركش كده، عشان الامان برضو ما يلمسش في التايمر.
كل ده يعني ايه من وسائل الامان، لان ده بيبقى فيه مية وبيبقى بنات هما اللي بيشغلوه، او حد مثلا مساعد، فما ينفعش لا قدر الله يبقى فيه اي كهرباء. احنا كده هنوصل باذن الله كليبسات. يجب ان الكليبسات او الترامل دي يجب ان هي تكون محكمة ومعزولة بريقم او عزل. هنبدأ بإذن الله ان احنا كده نحط مية على اساس ان احنا نجرب ونسخن كده بإذن الله. هتبدأ ان هي المية تسخن لانه بيوصل لدرجة الغليان. ده الجهاز ده بيبقى له لسه له جوان ولسه له غطا، بقى له امبير مؤشر درجات الحرارة. كده خلاص المفتاح دي اللمبة بتاعته، لمبة الباور دي لمبة الإشارة بتفضل شغالة على أساس إن في كهرباء في السلك. مفتاح فصل وتشغيل، اللمبة دي بتبقى شغالة. وبإذن الله كده هيبدأ إن هو يسخن إن شاء الله. بدأ يسخن درجة الحرارة علت شوية اهي. كده الحمد لله بقى تمام. شكرا على إن شاء الله حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.